السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل متابعيني وحبايبي. يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ووصفة جديدة، وعلشان احنا داخلين على العيد وصفتنا النهاردة لازم تكون لحمة. وهنعمل النهاردة وصفة لحمة حلوة جدا. طبعا هتحتاري كل يوم تعملي اللحمة ازاي وطعمها ازاي يكون مختلف وجديد وحاجة كده تفتح النفس على السفرة. يبقى لازم تشوفوا الفيديو ده. بس قبل ما نبدأ الفيديو، أنا عزة مصطفى، ويشرفني ويسعدني انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وكمان تحطوا لايك للفيديو علشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة هنعمل وصفة حلوة قوي. طبعا لحمة. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يكون عيد سعيد عليكم يا رب العالمين. هنعمل النهاردة وصفة لحمة حلوة جدا. لا هي مسلوقة ولا هي مشوية ولا هي محمرة. هنعمل لحمة بطريقة حلوة قوي. هنعمل صينية لحمة كده بس تجنن. وزي ما عودتكم دايما وصفاتي دايما بتكون سهلة وبسيطة ومش مكلفة وبتتعمل بسرعة. يلا نشوف هنعمل الصينية اللحمة ازاي. عندنا كده حتة لحمة بالشكل الجميل ده. اخترتها كده من الموزة وتكون ناعمة كده، وهتبقى طعمها حلو قوي وهتكون طرية وجوسي وتتقطم كده بمنتهى السهولة، وهنسويها دايبة دايبة. هنا شوية الخضار بتوعنا اللي هم بصل وطماطم وفلفل اخضر. وهنبدأ هنا نقطع اللحمة بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا عشان نعمل صينية اللحمة وتكون كده طعمها حلو قوي، و اللحمة شاربة كل التوابل و طعمها خطير كده ولذيذ قوي. هنقطعها قطع صغنونة قوي. هنعمل كده اللحمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، قطع صغنونة قوي كأنك هتعمليها بالظبط شاورما. بالشكل ده هنبدأ نقطع كل كمية اللحمة بتاعتنا بالطريقه دي، ولازم تكون بقى ايه قطع صغنونه قوي عشان زي ما قلت لكم تشرب التتبيله وتبقى طعمها كده خطير. زي ما انتوا شايفين كده قطعتها بالشكل ده اهو. هنا هنبدأ نقطع الخضار بتاعنا بالشكل ده. هنقطعه كده بشكل عشوائي، اي تقطيعه مش هتفرق. بالشكل الحلو ده. شوية فلفل وشوية بصل وشوية طماطم، بس بيعلوا الطعم جدا. بيخلوا كده اللحمة تروح في حتة تانية خالص حلوة قوي. وبسرعة قطعنا الخضار واللحمة، وهننزل بقى بشوية زيت في الصينية بتاعتنا اهو. وهننزل باللحمة اللي قطعناها قطع صغيرة. وهنقلب كده بقى اللحمة، وهتنزل كده منها ميتها وتستوي فيها بالشكل ده. كده هنبدأ نحط التوابل بتاعتنا واللي هي ملح وفلفل وبابريكا مدخنة وبصل بودر وتوم بودر، وخلاص هي دي بس كل التوابل واللي بتعلي الطعم جدا. وهنا نزلنا بالخضار بتاعنا على اللحمة بعد كده ما بدأت تدخل في السوا. وطبعا مهم جدا ان انت تخلي بالك من تسوية الخضار، يعني لا هيكون مهري قوي ومهروس في اللحمة ولا هيكون جامد ومش مستوي. احنا هنسوي الخضار بطريقة مظبوطة جدا، وفي نفس الوقت النتيجة هتكون حلوة قوي. تسوية الخضار يا جماعة مهمة جدا عشان صينية اللحمة تظبط معانا وتبقى زي العسل. شايفين الجمال؟ اهدي بقى نتيجة ان احنا عملنا الاكلة الرهيبة دي. كانت النتيجة روعة جدا. شايفين اللحمة عاملة ازاي؟ الخضار معايا مستوي، لا هو مهري ومهروس ولا هو جامد ومش مستوي. لا، الخضار تسويته مظبوطة جدا، دايب كده في اللحمة زي الزبدة، وطعمه حلو جدا وبيدي كمان للحمة طعم حلو قوي، طعم مش عادي. ومعايا كمان اللحمة مستوية جدا جدا، وكمان كان طعمها خطير.
هبدأ كده. شوفوا الجمال، أدوق معاكم صينية اللحمة بالشكل القمر ده. كانت والله رهيبة، كانت قلبة الدنيا من ريحتها الحلوة قوي. طعمها حلو جدا، والصوص كمان اللي نزل من الخضار واللحمة كان طعمه خطير جدا، بيغمس كده وبيدي طعم حلو قوي في اللقمة كده. زي ما انتوا شايفين كده صينية اللحمة النهاردة كانت حلوة قوي. لو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوا تحطوا لايك للفيديو.